السلام عليكم، ورجعنا لكم اليوم فيديو جديد. معكم عبيدة. فيديو اليوم نحن بالمتحف العسكري بهولندا. هذا المتحف كتير حلو، فيه شغلات كتير عن الجيش قديمة وشغلات جديدة. راح نعمل جولة فيه، بتمنى ينال اعجابكم. وهلا اول شيء رح نروح على قسم الاسلحه القديمه اللي كانوا يستعملوها بالعصور الوسطى وما قبل. حاطين طبعا وين ما تروح تماثيل واشكال. هيك كانوا يلبسوا الحصان حتى درع. قذائف هيك حاطين حتى هي من حجر كانت. هي حاطين حتى معلومات شلون كانوا على الحصان. المدافع، الأسهم، القوس، وهي اللي بتضرب السهم، مدفع. طبعا حاطين من هي جهة هيك ومن هذيك الجهة نفس الشي كمان واحد تاني. الحصان تقول حقيقي. كمان حاطين لكم انواع السيوف. خوذ، درع، كله حديد من فوق لتحت. شلون كانوا يتحركوا ما بعرف. هاي 12 نوع للسيوف. هذا درع قديم. هذا حديد بيلبسوه تحت الثياب كمان مشان تحت الدرع، بيفصل بينه وبين الدرع. رموحة، رمح. طبعا هون في باب، هذا بفوتك على القسم تبع الأسلحة القديمة. دروعة، سكاكين صغيرة طبعا مثل سيف شو بس ما أصغره. هدول رموحة. والله كان رمح كتير طويل. ليكوا على الرمح هذا شلون كانوا يشيلوه. تفرجوا ما أطوله، فيه شي 4 أمتار. طبعا هون السيوف كتير انواع سيوف، مليان انواع سيوف، شي طويل شي قصير.
وهو حاطيكم طبعا معلومات عنه ومين كان يستعمله ولشو. اتوقع هدول اكتر شي اللي يصير في العربية هيك شي. طبعا بعد السويفتا مدافع انت وماشي من عصر لعصر. طبعا شلون على عرباي كانوا يجروها. تفرجوا لكم هون عاطينكم شلون تفرجوا شلون تنجر، عاملين مثل تمثيلي. طلع بجروه بعرباي وأحصنة هون. شو حاطينه على عرباي بجروه بعرباي وأحصنة. المدفع 6 أحصنة، بس هذا طبعا تمثيلي حاطينه. تفرجوا شلون العربايات، وهي هون الحقيقيات. يقولوا غريبة مأكبرة. وبتيجي هون على المدافع. من مدفع لمدفع. شو هذا مدفع كتير صغير. هذا أكبر، هذا أكبر. وطبعا كل شي حاطين عليه معلومات. طلع كل شي حاطين عليه معلومات. تعالوا نشوف من هيك. ليكوا هاي حاطينه مقسمينه بالنص. هاي نص مدفع شلون بقلبه، بس حديد وفاضي مفرغ من النص. هلا هون وصلنا على الأسلحة لبعد بفترة. بندقيات، بارودة كمان. تفرجوا كل وحدة شكل، في أطول من شي، أطول من شي أعراض. هاي هون شغلات كانوا يستعملوها الحشوات. ما بعرف هلا هدول شو شغلات، كأنه كانت للمي، ما بعرف هي سلحفة. والله هدول ما بعرف فهمت شي منهم، كأنه للمي أو ما بعرف لشو، والله ما فهمت شي. هذا مثل بوق أو والله ما بعرف لشو كانوا يستعملوه. هون مثل فرود. أصغر لسه من هدوليك. تفرجوا كمان أشكال وألوان، شي كبير شي صغير. طبعا هون أشكال الدروع اللي كانوا يستعملوها قديم. حتى طبول كان عندهم يستعملوا طبول، كلهم حاطينهم هون. ثياب، طبعا اتوقع اكيد كل مين من ثيابه كمان له سلطة غير الخوذ. شناتي. طالب مساعدوه حاطين انه من 1814 عفوا و14. الفرنسيين لما اجوا على هولندا كانوا يلبسوا هذول هيك حد كاتبين. طبعا هون كتب وشرح عن الشغلات، عن كل شي شلون عملوه.
يعني راسمين ومظبطين مثلا المدافع ولا هيك شي، كله كتب قديمة. هلا هون وصلنا على الأسلحة اللي شوي أحدث، ما شوي بكتير أحدث طبعا. كلاش الكوفات وكله هون، بواريك طبعا كله، مسدسات. سكاكين، هو كمان سكاكين. مسدسات، طاحونة، تيجي هيك تفرجوا بواريك، قواذف، صواريخ، قواذف. رشاشات، تفرجوا كل شي، كل طلقة كمان حاطيلكم شرع عنا، قاسمينها بالنص وحاطيلكم. شوفوا شلون بناء او هيك من جوا. حتى المسدسات، رشاشات كمان، صواريخ، رشاشات هون اكبر. شوفوا المكان هون عن جد كتير حلو كمان. وهلا بأحلى قسم انا بشوفه قسم الأسلحة الكبيرة كتير، دبابات، طيارات، كل شيء له علاقة بالحروب هون موجود. صواريخ. هلا رح نمشي ونشوف وحدة وحدة. مثلا هاي الدبابة هولندية، والله ما بعرف، هاي ما دبابة حاسة. تفرجوا هاي لكم فاتحينها مشان تشوف شو بقلبها من جوا. شو هاي؟ اتوقع ناقل جنود، لا دبابة كمان. هاي كمان وحدة عليها رشاش. هليكوبتر عسكرية، طيارات، هليكوبتر هنيك، هليكوبتر فوقنا. دبابة تانية، دبابة قديمة. هاي الدبابة كتير قديمة، عمرك ما فيها زنزير، لأنوسنة مصدية حتى. ويو طلع مخردقة خردقة. هون حاطين معلومات عنه. 28,000 كيلو سنة 1945 ل 1965. بس يا إلهي محروقة حرق متدمرة تدمير. مضادات طيران، صواريخ. ترى هاي كمان قاذفة صواريخ. سيارات، ناقلات جنود. طبعا ما بس جوا، هلا هدول عم نشوفهم جوا. تفرجوا
برا كمان طيارات، هنيك كمان طيارة حربية، هون طيارة طول ما انت ماشي. تفرجوا غير معلقينهم فوق. ناقل جنود، حاطين شي قديم شي جديد. طا هولندية، أغلبيتهم هولنديين، لكم حتى الطيارة هولندية. والله عجبكم اللي بيعرف، في شغلات ما بحياتي شايفها هون. اللي بعرفه اللي ما بعرفه ما بعرفه. هاي ما بعرف لا شيء، كأنه كمان ناقل جنود. والله ما بعرف لا شيء. دبابة. طبعا كل شي كانوا يستعملوه بالجيش هلا بتلاقيه هون. طيارة. هنيك كمان في هليكوبتر بس مضبوبات جناحاته. تفرجوا، ما بعرف اذا مبين عليكم لكن جناحاتها نازلين لتحت، ضابينهم. هاي هون طيارة حربية، تبع صواريخ، يمين يسار. هون نفس الشي محملين عليها، واحد من هون واحد من هون. شوي والله ما بعرف، هذا كمان رشاش، في رشاش هيك. تفرجوا الصواريخ، مش رصاص، هي بترش رصاص. مضادات طيران، شي كبير شي صغير، تشوف اشكال الوان. طبعا هون كمان دبابات، طيارة. مدفعيات، طول ما ماشي من شي لشي من شي لشي. هنيك ناقل جنود، دبابات. طبعا لازم في هون معلقينهم كمان. تفرجوا ها. وما بس هدول، لسه على القدام في شغلات كمان كتير قديمة، سيارات وعربايات ومدافع. هلا بفرجيكم اياهم كمان. الشغلات الكبيرة ما كانوا هنيك لقدام، هلا بنشوفن. لقوا السيارة شلون عليها الرشاش. صواريخ. طبعا ما بس جوا وبرا كمان صواريخ، صواريخ. رشاشات.
هاي هون كمان حاطين تطور الطيارات من مرحلة لمرحلة، لحتى آخر شي الحربية الاف 16. قواذف، تفرجوا كل واحد شكل. هيك هلا الشاشة شلون تعيينته. هيك هذا مأضخمة. هلا هون شرع عن محرك الطيارة. هي محركات طيارة حاطين شرح شلون، حاطين لكم هون محركات. Het is nog wel eens om op te zoeken. Maar je ziet hoe eenvoudig het is, hè? Dus die klep hier gelijk ook zit. Ja. Ja, dat doen we in de motor. Ja. Maar het staat ook bij je motor. هلا الإسعافات، سيارات الإسعاف الأولية. طيارات، صواريخ. لكون شو كانوا قبل مثلا تبعوت المرضى ينقلوهم بالعرباي، عربايات الصحة. لكو هاي صواريخ، لكو هاد الصاروخ اللي ما أضخمه. هاي عربايات المرضى قديم. كانت على أحصنة. سجوا هنا الأكل والشرب. تفرجوا حتى حاطين خبز قال وحليب. هون نفس الشي. هيك الصاروخ.
هدول الدبابات شفناهم بالافلام، فيلم عمر المختار، الافلام القديمة. تفرج شو في جواته. إذا حتى جيتهم فترة يجروا على كلاب. تفرجوا حتى في صور. عربايات لكلاب يجروا، مثلا الأسلحة أو أتوقع المرضى كمان. العربايات القديمة طبعا كل شيء له علاقة بالجيش هون بتلاقي موجود. وهوليكوا الطيارة القديمة ما أضخمة. فرجوا ليكوا في رشاش هون، حاطين هون رشاش ليكوا قدام كمان رشاش، رشاشين. فوق فيها 3 محركات. حتى بسكليت للجيش. ميتورات. تفرج هذا ما أحلاه. هنيك واحد بيقعد بيسوق وهو واحد بيقعد جنبه عنده رشاش. تفرجوا هنيك كمان واحد ليك هذا نفسه اللي عم بيسوق بيقعد برش لهم ما بعرف. الميتورات اللي كانوا يستعملوها بالجيش. طبعا ما بس هيك، اذا معك اولاد فينك تيجي حاطين لهم كتير العاب حلوه. تفرجوا هون كلها منطقه بس للاولاد ليلعبوا. دبابة، هليكوبتر، غواصة، عاملين ألعاب كتير حلوة للولاد. هون حصان تطلع فينك تسوقه، لازم توصل الرسالة من محل لمحل. بيقولوا لك تفرجوا من هون بتميل يمين ويسار، لما تميل يمين ويسار بميل. تفرج بيمشي الحصان، لما تدفش حالك هيك لقدام بيمشي الحصان، شلت بيوقف. تمشي هيك لقدام، لما تدفش حالك لقدام بيمشي يمين ويسار. تدفش هيك على اليمين وعلى اليسار بلف، تمشي لقدام بيمشي. معك وقت لتوصل الرسالة على القلعة. ليك القلعة وين؟
زحليطة، هليكوبتر، غواصة، الدبابة. هون شي ينطوا الولاد. كمان الولاد بحبوا كثير هيك شغلات. سامعين لك صوت هون صوت حوت لا تحت المي. طبعا كلهم فيهم فتحات فينا يفوتوا الولاد فيها. سامعين في صوت حوت قال انه تحت المي. دبابة. طبعا هون في شاشات، كل شاشة لشي. مثلا هي الغواصة كمان، الأولاد فيهم يقدروا يسوقوا الغواصة. بيعطوهم مهمات إنه لازم يعملوها والأولاد بيسوقوا بالغواصة. تفرجوا ها، مثلا لازم تروح هلا لهي النقطة، تلفت هيك ها، تمشي يمين يسار بتروح على النقطة. هون غواصة وهون طيارة هليكوبتر. كمان نفس الشي في كبسة قدام بصير فينك تقوس أو تنزل مثلا حمولة. شايفين ليك الهليكوبتر ها، طارت هلا من محلها وبتروح تلحق النقط. واخر شيء طلعنا مثلا هون كمان حاطين لكم على الطاولة مراكز مثلا مهام. طبعا الاولاد كمان كثير بينبسطوا هون، بحبوا كثير هيك شغلات. طبعا هلا هون عم يشرحوا شلون عم يتطور عمليات الأسلحة، من شلون كانت، شلون بلشوا من السيف وهيك وانت طالع. صاروا بالمدفع طلعوا كل ما يحكوا عن شيء بيشتغل الضوء عنده. سفن. هلا لما رسموا خريطة العالم. طبعا ليكم هون حاطينكم بالتواريخ انه كل سلاح وانه فترة استعملوه. هلا البارودة. السفن الغواصات. طيارات. هون كمان حاطين وحدة دوت. تليفونات. رشاش كمان. هلا الدبابات. وحدة كمان. قذائف.
المراقبات الحربية، الطيارات الحربية. الصواريخ المسيرة. الأدوية والعدة الطبية، يكون في شنطة طبية كمان، لحتى آخر شيء الأقمار الصناعية. طبعا كله هلا من هون كله بعد. حيوان عمود ضد الطيران. Volgens mij hoor ik ons andere batterij over. Zie jij zo wat aankomen? Dit is zo dichtbij. Jongens, daar, links. Daar komen ze. Ja, ze komen. Links, ze komen onze kant op. Hou je gereed. Laat ze maar komen. We maken ze kopjes klein. Hup, vuren maar. ولهون بكون خلص فيديونا لليوم. لا تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. سلام.